بياناتك اللي مستهون بيها وحاططها في كل تطبيق شوية عشان تاخد كارد ب200 300 جنيه، وهو يقولك احنا هنديك كارد لحد 50,000 جنيه، بتتباع بفلوس. لما جهات الاتصال تتباع للماركتينج فتتباع بفلوس. لما الصور والفيديوهات تتباع تطبيقات الشات عشان في واحد بيخش عايز يكلم بنت فلازم يدفع فلوس او اشتراك عشان يكلم البنت، فتبعت له صورة تبعت له فيديو. الصور دي بتبقى صور اختك او زوجتك او بنتك. حضرتك اتقي الله في نفسك. التطبيقات دي ما بتديش قروض لحد. التطبيقات دي بتعمل اعلانات بتجذب ناس، والناس دي هبلة وعبيطة، وبعد كده يقعدوا يعيطوا. وبالذات البنات. طب البنات بتاعتها هيعمل بيها ايه؟ البنات بتاعت حضرتك هيبيعها، مفيش حاجة تاني. وشهر واتنين وبتلاقي التطبيق مش موجود، عشان تعمل عنه بلاغ ولا تدور على صاحبه ولا اي حاجة. خلاص حضرتك احنا مبقاش لينا وجود. ولو البلاي ستور ما مسحش تطبيق، اللي عامل التطبيق نفسه بيمسحه عشان يطلع تطبيق جديد باسم جديد وياخد بيانات جديدة. لو ما كنتش اعرف كل المعلومات دي وديك عرفتها مني، يا ريت تتقي الله في نفسك. ومش عشان 200 300 جنيه. انت لو رحت لواحد صاحبك وقلت له دي 200 300 جنيه وقال لك سيب الموبايل بتاعك بعد ما تفتح الباسورد بتاعه رهن عندي واتفرج على كل اللي فيها، تقدر تعمل حاجه زي كده؟ اتقي الله في نفسك وخليك راجل يا راجل.